ورجعنا تاني على القهوة. أنا محمد علاء، وأكون النهاردة معاكم أنا وأستاذ مصطفى مكرم. انا بمثل كلاماتي اقطع كمان احسن تكون السادات. ورجعنا تاني على القهوة. كان بقالنا سنة تقريبا ما صورناش. مبسوط والله ان انا جدا والله على علاء. الساعة 10 بالليل وكان ميعادنا الساعة 6، بس قعدنا انا وانت والكهرباء قطعت حلو. خير. طيب، فكرة بودكاست على القهوة ان احنا هنقابل حد من الناس اللي احنا بنحبها، ومن الناس المثل الاعلى لناس كتير قوي، ونتكلم معاه زي ما بنتكلم معاه على القهوة، يعني كأني قاعد فعلا معاه على القهوة. وعايز اقول لكم كده باي ذا واي ان لما بنقعد على القهوه يعني غير الديكوريشن والجو ده، لما بنقعد على القهوه فعلا كاصحاب او كناس نعرف بعض، بنبدا نشيل بقى فكره الحياديه والدبلوماسيه بالظبط. ونتكلم فعلا زي ما احنا عايزين. فانت جاهز؟ يلا انا جاهز. قبل البودكاست يلا بينا. قبل البودكاست بيقول لي حاول تبقى حنين عليا في الاسئله. احنا مجهزين له تقريبا حنين جدا 47 سؤال. اوكي، احنا طبعا مش هنسال 47 سؤال، ولكن هنساله اسئله تكون في الصميم وحاجه فعلا الناس عايزه تعرفها. ولو جاوبت بحياديه لا دبلوماسية، انا هجاوب بصدق. ما هو الصدق ساعات برضه تبقى انت خايف، لا ما تخافش، مفيش حاجه. لو جاوبت بحياديه او بدبلوماسيه يلا احنا هنحكم عليك حكم. ولكن لو السؤال ما عجبكش ايوه ممكن تعمل 3 باص. تم. يعني انا هسالك سؤال تم سعودي دي تم اعزمك على الفطح. يلا. انا هسالك السؤال، حسيت ان السؤال فيه لا تعمل ايه؟ يا تقول باص. باص يا تجاوب بصراحه بقى، ما احنا ده اللي احنا عايزين يتعاقب. نوصل. يا تتعاقب وتخلي الباصات اللي بعد كده. يلا جاهز؟ جاهزين. انا عايزك بس في الاول تقسم لنا القسم اللي ما بين قوسين ده. اتفضل. يلا بينا. قدام الكاميرا كده يا استاذ مصطفى. اقسم اني اقول الحقيقه وما زوقهاش، واني ما بقاش محايد ولا دبلوماسي، واجاوب بصراحه من غير لف ودوران، ولو ما عملتش كده اقبل بالعقوبه اخر الحلقه. تم. يلا بينا. طيب، اول حاجه اه احنا نلعب طاوله. يلا. صح، انت لعيب، انت غالبني 15 من شويه ومش هتكلم. اوكي، عايزين نعرف مصطفى مكرم. ايوه. مش التعريف الطبيعي اللي انت بتعرفه لنفسك في البودكاست. عايزين نعرف الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش عن مصطفى مكرم. ان انا كان نفسي اطلع قبطان، يا قبطان يا اما لو في المجال ده كنت اطلع مذيع راديو. يعني انا كنت حابب الموضوع ده قوي. مذيع راديو. وانت استخدمت نفس الحاجه بس بشكل او باخر. يعني حاولت اعمل انا بودكاستات عندي زمان، اللي هي كنت مسميها ايه زي فضفاضه كده للمصممين. يعني عملت منها حوالي 4 أو 5 حلقات موجودين على القناه. كانت تجربه ان انا اجرب موضوع الاذاعه الصوتيه ده، كنت حابب الموضوع قوي. يعني ولو في راديو ولا حاجه انا جاهز يا جماعه. انت صوتك جزء كبير من نجاح محتواك. في ناس بتقول كده ان انا صوتي مميز شويه، بس وفي ناس بتقول ان صوتك شبه الليمبي. ما اعرفش ازاي. لا يا جدع والله بيجي لي كتير قوي صوتك شبه الليمبي. انت كذاب ابو صلاح. طب هو الليمبي دي حاجه وحشه ولا حاجه؟ لا بس المفروض انا بقدم محتوى تعليمي، يعني المجال بعيد شويه. بس انا شايف كمحمد ان انت صوتك جزء كبير من نجاح محتواك. ممكن. وبالدليل ان انت كمان مهتم بالصوت، يعني انت جايب كوندنسر بتصور بيه، مش بتركب نيك مايك في اغلب الحاجات. فكره انا بشوف حلقات كتير قوي بالكوندنسر، فانت بهتم بصوته اكتر. انا بحس ان انت قاعد معايا وانت بتقدم المحتوى. تلاقي داخل ف 6. يلا استنى انت ابيض. انا هنا. انا لعبت لك بدايه مبشره. ده بدايه مبشره جدا. ادي ايه انت عارف بقالك كام سنه بتعمل فيديوهات؟ من 2008. يعني بقالك كام سنه؟ بقالي حوالي ادي 2008. تمام. 12 13 سنه. بقالك 13 سنه بس انا فيديوهات. قبل الفيديوهات بتاعت اليوتيوب كنت بعمل فيديوهات برضه بس مسجله من غير صوت، كانت عباره عن كتابه بتطلع على الفيديو. كانت دي زمان. وقبل بقى الفيديوهات اصلا كنا بنشرح على صور. عارف انت المنتديات؟ ايوه لما كنت بتحط أيوة الصوره. ايوه منتديات مكتوب ودي في دي فور عرب وطريقه جرافيكس ومنابر طب انت وعيون الويب. ايه ما زهقتش؟ لا في الايه الشغل. ما زهقتش من ال 15 سنه؟ انت بقالك 15 سنه تقريبا. بص انا بزهق. هو فريق الاعداد جاب لنا 15 سنه. انا بزهق كل يوم. انت بتزهق كل يوم. بس ساعات ربنا بيبعت لك تعليق كده، واحد يقول لك انا استفدت منك.
يعني خلاص بيخليك بقى لا كمل. بس 15 سنه كتير يا مصطفى. وبعدين انت عارف يا محمد انا من الناس اللي ما بتحبش الايفنت قوي. يعني انا كنت في ايفنت من كام اسبوع شفتك ما شاء الله كنت مولع والله الدنيا. ما شاء الله. اكتر حاجه بسطتني كميه شباب صغير يعني اللي يقول لي انا اتعلمت منك، وناس بيقول لي انا متابعك من 10 سنين واتعلمت وسافرت واشتغلت واتجوزت، فكل الحاجات دي وما شاء الله مش واحد ولا اتنين، والله ما شاء الله كتير كتير. بس الشغف انا اتفاجئت. الشغف اللي كان موجود من 15 سنه مش لسه موجود. لا ما عادش مفيش. ما عادش. طيب انت يعني هسألك سؤال بس هو ايه اتفضل. مش مكتوب هنا بس انا مش عارف هتجاوب تقول ايه. انت ساعات بتعمل حاجات وانت مش راضي عنها لا ولا لا مدفوعه لا لا ولا لا. مرفوعه؟ لا بجد انا اي حاجه بعملها ببقى راضي عنها جدا. مم. بدليل اسال الناس اللي انا لسه عامل معاهم ميتنج حالا. ايوه انت تعرف هم كلموني قلت لهم لا لازم اجرب الويب سايت افهم الويب سايت واطلع اسالهم من ورايا حتى. قلت لهم لا انا انتوا مصدق. قلت له الشغل ده مكمل ولا لا؟ وما مم. ينفعش انك اعمل مثلا اعلان لحد وبعد كده ايه بعد كام شهر يقفل الموضوع. فببقى فاهم قوي الدنيا ماشيه ازاي. يعني دي بتراعي ضميرك بقى في الموضوع. طيب انا عايز اسالك سؤال كده تاني. اتفضل. انت ايه رايك في الاي اي تحفه واللي بيحصل؟ تحفه بس شويه وهيقعدنا في بيتنا كلها. انا السؤال هو كده، السؤال بيقول لك هو الاي اي هيقعدك في بيتك كايه بقى؟ ككل حاجه. بص يا سيدي احنا دلوقتي اللي احنا بنعيشه ده التطور الطبيعي بتاع البرامج. كل برنامج بينزل ابديت او فيرجن جديد، فالاي اي بقى جزء دلوقتي من الموضوع اللي احنا او من التطور بتاع البرامج دي. جزء في ايه بقى؟ ان هو هيبدا ان هو يسهل لك الشغل، بس هو شويه شويه هو بيحل مكانك اصلا. طب وانت بتعمل ايه بقى؟ يعني انت بتعمل فيه انت بتعمل ايه؟ يعني انت هتعمل ايه كمان 5 سنين مثلا؟ انا بحاول اتابع الموضوع. يعني انا دايما تلاقيني اب تو ديت على طول لاي حاجه جديده. انت شغلتك الاساسيه في الديزاين والجرافيكس وكده؟ تصوير يعني انت في شغلك الاساسي كشغلك آه. كفول تايم جوب اه الاي اي هيقعدك في بيتك مش في كل الاوقات لسه لحد التصوير. لحد التصوير بس بقيه الحاجات اي حاجه على الكمبيوتر وانت لو جرافيك ديزاينر هيقعدك في بيتك. يا حسن السودة وانا يابا. انت لو متابع نزل من يومين بالظبط دلوقتي بقى الاي اي هو اللي بيرد على الكول سنتر، يقدر يتكلم معاك لمده 40 دقيقه مع الداتا كلها المتخزنه فيه. تخيل انت هتبقى الموضوع عامل ازاي. هو انا شايف الموضوع ده في الديزاين على فكره. يعني شايف بالجنريتيف فيل والمش عارف ايه والكلام ده كله، شايف الموضوع في الديزاين. ولو انت متابع لو اتفرجت على ميد جيرني اللي هو بدأ الموضوع شفت شوف اول اصدار كان عامل ازاي واحنا لسه بنتكلم في سنه بس وشوف وصل لحد فين. يعني انت ممكن تقول لي ان في فيديوهات ليك ما بقاش ليها لازمه دلوقتي؟ ايوه ده حقيقي. قد ايه مثلا؟ كام في المية؟ انت بتعمل فيديوهات ديزاين؟ بص اقول لك لا عملت كام فيديو؟ لا خلينا صريحين شويه. عملت كام فيديو؟ 900 وشويه. طيب تقول كام واحد منهم في الديزاين ما بقاش ليه لازمه؟ مش كتير لحد دلوقتي مش كتير. يعني مثلا الفيديوهات اللي بتكلم فيها عن البين تول ان انا اقص صور دي ما عادش فيها لازمه. الكونتنت اوير ملهاش لازمه. كونتنت اوير ملهاش لازمه. البرش تولز ملهاش لازمه. الستامب تول ملهاش لازمه. ان انت مانيبيوليشن لو بتتكلم عن مانيبيوليشن ملهاش لازمه. مش على فكره كتير. ايوه كتير. الديجيتال ارتست لو انت ديجيتال ارتست ملهاش لازمه. لو انت بتتكلم في المونتاج انت المان بينتنج ملوش لازمه. مش لازمه. انت لو بتتكلم في المونتاج في القص والسيكونس والسينك والكتابه على الفيديوهات والكلام ده ملهاش لازمه. ايوه الكالرنج ملوش لازمه. بس اقول لك على حاجه، انا دلوقتي بقول لاي حد انه بادئ يتعلم جرافيك ديزاين لازم يبدا بالتولز بتاع البرامج. يعني اتعلم اكن الاي اي مش موجود، فاهمني؟ لانه لو اتعلم على الاي اي وجي في يوم مثلا رايح الشركه ما فيش انترنت الدنيا وقفت ومش عارف يتعامل مع برنامج اصلا. صح. فلازم اللي بيتعلم بس انا شايف ان في حاجات بقى مسلم بيها ما ينفعش. يعني انا شايف يعني من ناحيتي في حته الفيديوهات ما ينفعش حد يكون لسه لحد النهارده بيكتب سبتايتلز بايده على فيديوز. معلش يعني ما عادش ما ينفعش. ايوه يعني فاهم؟ ما ينفعش حد يكون دي نزلت في الادوبي بريمير الاصدار السينك مثلا. البودكاست يعني البودكاست بتاعنا ده الاي اي هو اللي قطعه على فكره. انت عارف ان في تول كده بتنزل على البريمير بتقص البودكاست ده، انا بتكلم تجيب الكاميرا عليا انت بتتكلم. فانت عارف دي كنت بدفع عليها مرتب لبني ادم عشان يقعد يشتغل. أيوة. يومين 3 في حاجه زي كده. مرعب يا مصطفى جدا. طيب انا بقول لك هو هيقعدنا ليك كام فيديو من 900 يتشالوا لو انت قررت ان انت تشيل الحاجات اللي مالهاش لازمه؟ قول 100. لا قول 100.
اقول لك على حاجه، انا راجل بدرس قول. وعندي كونتنت ماشي. وبعمل كورس. هي بص، هي الميزه عندي ان انا مش كل الكونتنت زي ايوه ما دي انا متفرع قوي. انا فاهم، بس انا لو احنا بنتكلم على الحته بتاعت الديزاين، كم في المية من الديزاين؟ ما بقول 50%. كتير على فكره. اه وكمان سنه 50% كمان. خلاص ده على فكره، ده كل اللي احنا شايفينه في ادوبي اللي موجود دلوقتي ده البيتا. يعني لسه الاصدار بقى لما ينزل اكيد هيفاجئك بحاجه جديده. انت مستعد؟ يعني جدا ومتحمس جدا. متوقع حاجه معينه في الفيديو. لا في الفوتوشوب على فكره. الفوتوشوب هو فاجئنا كلنا. يعني حاجه كده ما كنتش ممكن تتوقع. لا انا ما كنتش متفاجئ قوي. انا اتفاجئت من اسلوب التعامل، انما كنت متوقع حاجه زي كده من ادوبي، لان شركه زي ادوبي مش هتقعد تتفرج على زي ميد جيرني والمواقع دي ان هي بتسحب منها البساط. بس هو على فكره هو مش شبه ميد جيرني، هو بس نفس الفكره. هو ضايف عليه بقى هو التولز بتاعته. يعني هو حاله لوحده كده. انا برضو فوتوشوب يا جماعه. يعني انا جامد. طيب خليني اسالك سؤال كمان. اتفضل. علاقه مصطفى مكرم بالفلوس. علاقه مصطفى مكرم بالفلوس. مصطفى مكرم بيعمل فيديوهات عشان الفلوس او لا؟ لا اكيد. ليه لا؟ لان انا بادئ من 2008 قبل موضوع الفلوس اصلا. ماشي، بس دلوقتي الموضوع اختلف. لا بص، المحتوى التعليمي مش هو اللي بيجيب فلوس. انا لو عايز اجيب فلوس هغير الكونتنت، هعرف اعمل محتوى يجيب فلوس. انما انا المحتوى بتاعي علشان اجيب انت بتستفاد ايه؟ بتستفاد ايه؟ دعاء الناس. ده حقيقي. يعني انت بتشتغل عشان دعاء الناس؟ لا انا الحمد لله انا عندي بيزنس الخاص الحمد لله. ماشي. انا مبسوط يعني مش محتاج. ايوه بس انت في تصوير ومونتاج وانتاج وما بتنامش بالليل انا حابب ده الشغف بقى. بجد والله مش عشان تصوير. انا عارف والله، انا مصدقك. يعني ربنا يشهد والله. يعني انت تعرف يا محمد مصطفى من عايز تسقفي له؟ في حد بيسقف لحد في البودكاست؟ لا مش مجامله يعني. بص مش مجامله ولا كلام. انا كمصطفى من 10 سنين غير مصطفى دلوقتي. مستوايا ما عادش هو. فممكن ربنا كرمني بدعوه حد. مستواك في ايه معلش؟ في الشغل طبعا. يعني انا زمان كنت ممكن اقعد اصور الفيديو ومنتجه وارفعه في ساعتين 3. دلوقتي ممكن اقعد اسبوع. يا حبيبي انا جربت معاك فيديو. ممكن اقعد اسبوع. ايوه. وخصوصا ان انا شغال لوحدي مفيش تيم معايا لسه، بما اني بسافر وبتنقل كتير. وما جربتش في مره او ما قررتش ان انت تعمل تيم؟ نفسي بس لما انزل مصر، اما استقر في مصر او دبي ان شاء الله تعمل تيم ويبقى عامل تيم جامد جدا، وهتشوف الشغل مختلف تماما. وهتصرف عليهم من دعاء الناس؟ ايه هتصرف عليهم من دعاء الناس؟ لا ما ان شاء الله هيبقى في حاجات تانية. بس بص يا محمد، احنا كشغل او كبزنس يوتيوب، اليوتيوب مش هو اللي هيديك فلوس. ده يبقى تفكيره محدود اللي يفكر الموضوع ده. بس هو الناس بتفكر دايما اليوتيوبرز دول ناس بس واكلها الشهد. ما هي بيبص وانت راجل جالك الدرع ومليون سبسكرايبر. بيبص على المحتوى الترفيهي. طب تعالى لو انا فتحت دلوقتي اخر فيديو عندي هتلاقي 3-4 آلاف مشاهده وانا عندي مليون مشاهد. فاهمني؟ يعني لو فتحناه دلوقتي انا قلت 3-4 آلاف دولار ولا حاجه. لا يعني استنى اوريك. انا اخر فيديو عندي وريني اللي نازل بقاله اسبوع. هو مش هنحكم عليه كده. بص هو بيجاوب على كل حاجه. ده قبل اسبوعين 6400 مشاهده وانا عندي مليون مشترك. طب ما انا ده ليه بقى؟ طب ما انا اخاف منك كده. اخاف منك لو انا جاي اعمل اعلان معاك. لا بالعكس. عارف ليه؟ لان انت كشركه مثلا انا بتكلم عن طبعه، ال 6400 دول مهتمين بالطبعه اللي انت بتتكلم عنها. بس احنا بنشوف محتويات تانية الناس بيجي لها ملايين يا ريس. ما بيجي لها ملايين، بس كم واحد مهتم؟ كم واحد هيشتغل مع الشركه دي؟ مش كتير. بتتكلم كواليتي نوت كوانتيتي يعني. لا مش كواليتي كمان، انت في تارجت اودينس بتاعك. فاهمني؟ يعني دلوقتي انا يعني قصدي انا لو شركه جاي اعمل معاك اعلان وانت قلت لي انا والله راجل جامد وعندي مليون سبسكرايبر انت لو مش جامد مش هجيلك الشركه اصلا. انا فاهم، بس انا جيت لك وبعدين بقول لك يا استاذ مصطفى انا الصراحه بتابع صفحتك ولقيتها في الاواخر مخوخه خالص، و4000 فيو 2000 فيو 6000 فيو. هتعمل ايه؟ براحته. يعني ايه براحته؟ رد عليا. انت تعرف ان انا اللي بتشرط على الشركات، مش اي حد برد عليه اصلا. ما انا هاجي اقول لك اهو انت بيجي لك 6000 فيو بس مش هتاخد مني فلوس على ايه؟ اخد منك فلوس على ايه؟ على البتاع ده، على ما بعد الفيديو ان شاء الله. ما بعد الفيديو الامباكت يعني. ايوه. طب لو انا عملت معاك اعلان وما جاليش امباكت هتديني فلوسي؟ اديها لك يا جدع. انا بص اغلب الناس اللي اشتغلت معايا انا باخد فلوس بعد الفيديو. مش قبل الفيديو. انا اخلص ضميري
والحمد لله ايه يا عم ده؟ ربنا بيكرم. ايه يا عم ده؟ والله يا محمد والله ما مجامله ولا تجمل، انا اخر حاجه عندي الفلوس الحمد انت لله. مش دبلوماسي يعني؟ لا مش دبلوماسي قوي، شويه ساعات هبقى دبلوماسي. طب لو جينا قلنا ان انت قبل ما ننقل بس من حته الفلوس دي، لو احنا جينا قلنا ان الكونتنت كريشن بيدخل دخل، تمام، ودخل مش وحش، كم في المية منه دخل من اليوتيوب وكم في المية منه من الرعاة؟ من اليوتيوب قول 40% ومن الرعاة 60%. وبعدين مش كده كمان، انت دلوقتي انا خصوصا في مجالي انا كراجل انا بعمل اسمي في مثلا. انا دلوقتي لو حبيت اعمل كورس تمام، الناس عارفه مصطفى مكرم وعارفه شرحه، واليوم ما هعلن عندي الحمد لله ان شاء الله هيجي لي ناس كتير تحب تاخد كورس معايا وبيجي لي كتير. فدي لوحدها دي ده مكسب معنوي يعني. ايوه لا يعني مش معنوي ومادي الاثنين مع بعض. قصدك براندنج يعني في جزء براندنج وجزء مادي بالظبط. ماشي. وصلك انا قصدي ايه؟ وصلني جدا ان الموضوع مش محدود قوي كده. طب ما عملتش ليه كورسات على اليوديمي مثلا؟ اجتمعت معاهم من حوالي 3-4 سنين جم مصر هنا واجتمعنا وكل حاجه، بس انا في الفتره يعني قصدي انت ما استغلتش البراند بتاعك لسه ما استغلتوش. مش حابب دلوقتي الحمد لله، مش محتاج والله الحمد لله. بس حلو، تطلع حلو والطموح حلو يعني. مستور. ايوه بس طموح حلو، طموح وترجع بالسلامه. الطموح حلو الحمد لله. ماشي. انا عايز ازنقك وانت بتزنقش. لا ما اصل الحمد لله والله. ماشي. فلوس مش كل حاجه يا محمد. طيب خلينا نتكلم على جانب اخر. مصطفى مكرم بيتعلم من مين؟ من اي حد يعني. في ناس معينه انا مركز معاها اي حد. حتى في قنوات دخلت عليها وتلاقي عنده 10 مشاهدات انا بخش اتفرج عليه. اي حد بيشرح اي حاجه انا مش عارفها بتعلمها. مالكش منتورز معينين؟ ناس انا بحب اتابعهم، ناس انا بتعلم منهم يعني. انا بالنسبه لي مثلا لما اعمل فولو لمصطفى مكرم خلاص كل حاجه بينزلها بتفرج عليها. هل انت عندك حد اصلا زي مصطفى مكرم عند الناس كده؟ في كتير والله. يعني قول لي 2-3 كده في الديزاين بالذات. في الديزاين مش جاي في دماغي حد بصراحه، بس في ناس كتير. بس ممكن في الفيديو انا بحب عبد العزيز سريع، ده من الكويت، ده ابو عادل، احب اوجه له تحيه، من الناس الشاطره. انا اعمل له فولو على فكره، من الناس الشاطره جدا. ناس شاطره قوي. قابلته في دبي صح؟ كنت تابعك برضه والله يعني. كنت اروح انا بحبك والله عشان بحبك بس حبيبي. لا فده من الناس اللي انا بحبها قوي يعني، الناس اللي شغلها حلو وشغلها بيفرض نفسه. طب عايز اسالك على حاجه بمناسبه الشغل. اتفضل. انت نحت قبل كده؟ نحت يعني ايه نحت؟ اقتبس نحت؟ لا مش قصدي كده طبعا. لا مش اقتبس، ده لسه اقتباس دي جاي لك انا في السكه. نحت دي يعني عملت نحتايه، مش عارف يعني ايه نحتايه ولا له ازاي. بالله عليك يا اخي. يعني ايه نحتايه؟ نحتايه يعني حاجه مش وحشه ومش حلوه بس عشان الفلوس. لا هي ما يعني تتقالش كده. هي بتتقال انك العميل عايز حاجه فانا بعملها له على كيف، مش شرط تكون عجباني. طب ما دي نحتايه. ايوه ماشي، اسمها نحتايه بقى عندنا في مصر. مش هو مبسوط؟ ايوه بس انا دلوقتي انت عميل جاي لي تمام، انت طالب شغل معين، هل انا هديك راي؟ انا اديتك راي ما عجبكش انا بعمل لك اللي انت عايزه طبعا. اصل انت مش هتقتنع، انت ليك ذوق معين، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. بس ده ما يضركش ما انا ما منشرش شغلي اصلا. انت عمرك شفت لي شغل؟ ايه ده انت بتتكلم في انا بتكلم في الكونتنت كريشن يا عم. لا ازاي فهمني؟ يعني قصدي انت جالك راعي؟ لا طب الحاجه اللي انا بتكلم عنها ببقى واثق فيها جدا. طب ما نفس المبدأ. لا دي حاجه ودي حاجه. يعني ايه دي حاجه ودي حاجه؟ ما نفس المبدأ. بص يا سيدي انا دلوقتي انت عميل جاي تطلب مني شغل بديزاين معين، عملت لك ديزاين عجبك مشيت. انما دلوقتي انا لو نشرت فيديو لموقع والموقع ده اي كلام او مش اي كلام، مش هيضرك ومش هيفيدك بس عادي. لا بس هيضر ناس تانية لان انا رشحته لناس والناس تدفع فيه فلوس. لو واحد دعا عليك انت حر بقى. اقتنعت. فهمتني؟ اقتنعت. فهمتك طبعا. يعني مش هنكمل والله يعني مش هنكمل. والله كان في واحد عنده مشكله مع موقع كنت انا بتكلم عنه. يعني انا كنت هدفع له والله الفرق الفلوس من جيبي، هو كلمني بس اتواصلت مع الناس كانت في مشكله كده، كنت حاطط كوبون خصم 50% وكان انتهى، فهو الراجل اشترك فخصموا منه المبلغ كامل. وهو كان فاكر كان المفروض $100 وخصموا $200. قلت له انا هتواصل معاهم لو ما عملوش انا هديك $100. وانت كنت فعلا هتديله $100؟ والله كنت هديها له. يا عم سمعتي يا عم بقى يا عم سمعتي يا عم والله. انا فين؟ انا بلعب بايه؟ باين عليه تايه. انت بتلعب بالابيض يا اسطى. طيب انا عايز اسالك على حاجه كمان. الاسئله صعبه ولا حلوه؟ لا لذيذه. صح انت كنت خايف.
لا مش خايف. او انا عملت لك صح بروباجندا كده في الاول. طب انت اقتبست، انت كنت بتقول لي انا بقتبس، بتقتبس من مين؟ من اي حد، اي حاجه حلوه بقتبس. طب ومفيش حقوق ملكيه فكريه ولا تعب الناس لا اللي ما انا انت كنت ما افهمش بقى الحاجات دي زمان. ودلوقتي لا دلوقتي طبعا تخاف؟ مش هخاف. طب بس عجبتك حاجه وعايز تاخدها هتعمل ايه؟ بقوم واخدها وحاطط الايديت بتاعي واكتب اسم صاحب التصميم الاصلي. مثلا ايه ده، مثلا تصميم محمد علاء وانا عجبني حبيت اعدل عليه حاجه. وفي الفيديوهات؟ في الفيديوهات مفيش حاجه اصلا، كل حاجه انا اللي بصور. لا مش قصدي كده، انا قصدي ان انت تقتبس فكره، تقتبس طريقه عرض، تقتبس طريقه يعني حاجه كده فاقتبستها الراجل ده ما تعب فيها. اعتقدش ان الموضوع ده فيه مشكله طالما انت اللي هتصور. امم فاهمني؟ ايوه طالما ما خدتش انا الكونتنت بتاعك وحطيته عندي ما فيش اي مشكله، احنا عادي توارد افكار. يعني مثلا ايه، انا هصور بالسلايدر من اليمين للشمال او من فوق لتحت، هل أيوة. انت هتضيف حاجه اكتر من كده؟ فاهم يعني ايه، طالما انا اللي هصور خلاص. طيب نخش لليوتيوب. يلا. بتحب اليوتيوب؟ جدا. انت عارف ان اليوتيوب بيقع خلاص؟ طب وبعدين؟ عادي زي ما انا. طب ولا ايه البلان بتاعتك؟ مفيش، هبطل. مفيش. هتبطل؟ يبقى جت من عندهم كده. طب وانت شايف ان اليوتيوب هيروح فين؟ اليوتيوب بص، انا اشتغلت مع جوجل فتره، كنت كونتربيتور. فاللي انا عارفه عن جوجل ان اي حاجه ما بتجيبش فلوس بتقفلها. هم دي سياستهم. بس اليوتيوب شغال هو طبعا الموضوع دي 5 صح؟ احنا فيسبوك بهدل اليوتيوب. صح جدا. انستجرام بهدل اليوتيوب، ده لسه اللي جاي. الكونسبت بتاع الريلز بهدل اليوتيوب. تيك توك بهدلت كل حاجه. واليوتيوب مش عارف يريكاب. صح. موضوع الشورتس فاشل ده في رايي. فاشل لان هو مش شكل اليوتيوب، مش أيوه. هويته. يعني هو في الاول والاخر بيحاول يعمل حاجه، يعني شايف ان هو بيفلفص. مش بيفلفص، هو بيحاول يعني يبقى اب تو ديت بالظبط، اللي هو يبقى متابع كل جديد علشان ما يقعش. طيب لو انت اشتغلت النهارده مدير تنفيذي لليوتيوب تنقذه ازاي؟ ولا اي حاجه، هشيل بقى كل اللي عملوه ده وارجع يوتيوب اللي انا معروف فيه. طب ما انت شايف تحديات في السوق. اعمل لك ايه؟ بس هي تحديات. مفيش حاجه اسمها كده، انت لازم تاخد قرار تخلي اليوتيوب يرجع زي زمان. ما هي البلاتفورم دي يعني هرجع، هو اليوتيوب معروف الفيديو الطويل العرضي. ده رايي، يعني هو اتميز. بس الدنيا بتتطور يا مصطفى. الدنيا بتتطور، مش عارف. يعني هقول لك على حاجه، اليوتيوب مؤخرا عمل غير البوليسي بتاعته. فكره ان انت تعمل قناه جديده وال 4000 مشترك، انت عارف الحوار ده؟ لا. قللوا عدد الساعات وقللوا عدد المشتركين عشان تبدا. الناس ما عادش بتيجي. ايوه، عشان المونيتايزيشن تبدا تاخد فلوس من بدري، مش محتاج منك عدد الساعات الكبيره دي. فدي خطوه. زمان انا مش عارف انت عارف الحوار ده ولا لا، يمكن كان اللي حكى لي عليه كريم السيد، عايزين نسلم عليه. الله يسلمك. كان بيقول لي ان الفيسبوك كان بيديله دبل ارباح اول ما فتح الفيديوهات. عشان الناس تيجي من على الكونتنت كريتورز اللي هم اصلا بيأتراكتوا الناس ان هو يشتغل على المنصه بتاعته، فكان بيديله دبل الارباح. فالنهارده اليوتيوب لو علت نسبه الارباح تفتكر ممكن تنتعش شويه صح جدا، لان هو حاسس ان اليوتيوب كبير برضو في الموضوع، يعني من مؤسسين الموضوع ده اصلا. طب ايه اكتر حاجه بتضايقك في سياسات اليوتيوب؟ ما مش مهتم بيها. ايه يا عم ده؟ مش مهتم بيها والله. انا بص، يعني انت مش بيجيلك سترايكات؟ بيجيلي، بس انا خلاص بدات، يعني انا عرفت مشكلتي فين وبدات اتعامل معاها. ايه مشكلتك؟ بتبقى مشكلتك المزيكا. يعني انا بتعامل بشتري على طول مزيكا، بس كده بيجي لك سترايك وتقوم رافع اللاينز بتاعتها وخلاص وتتشال. ما بتخشش ليه على اللايبرري اللي هي الفري لايبرري بتاعت اليوتيوب؟ ما تنفعش. انت عشان تتميز في حاجه لازم الموضوع يبقى مهم. 1 2 3 4 5 6 وكام؟ 6 و5. 6 و5. مين بينافسك يا مصطفى؟ انا؟ كتير دلوقتي ما شاء الله. مين المنافس الرئيسي بتاعك؟ الشباب الصغير. الشباب الصغير؟ ومين من التقال؟ من التقال كلهم حبايبي، كلنا مع بعض. ما بقولش ان هم مش حبايبك يا عم. بص، احنا مش في محتوى تنافس يا جماعه، يعني بس في ليه التنافس الحلو ده؟ بص مش حلو. حاسك بدات تبقى دبلوماسي. لا مش دبلوماسي. بص صح، بدا يبقى دبلوماسي واحنا بنحب بعض. لا هقول لك على حاجه. انا الاحكام، جهزي الاحكام يا بنتي. بص انا دلوقتي انا عايز اتعلم فوتوشوب. تمام. انا راجل بحب محمد علاء. فاي حاجه هيقولها هسمعها منه، نفس الكلام.
يا مصطفى يا مكرم، اه يعني انت ما فيش واحد بينافسك يا مصطفى ولما بتغير غيره حميده؟ لا والله. يا جدع لا لا ايه ده؟ مفيش والله. انت ليه مش متخيل ان انا بروح شغلي اخلص شغلي يا دوب اسجل الفيديو وارفعه، لما برفعه بقى ببسط بس. انت بتبوظ لي الاسئله. مش ببوظك، مش انت عايز رد اضحك عليك. واحد ماشي، واحد هنا و واحد واثنين. لو لا. هتنصح حد اه نصيحتين انه يبتعد عن الكونتنت كريشن، اه ايه الحاجتين اللي تنصحه ان هو يبتعد ليه عشان؟ بعد؟ انت انا دلوقتي قررت ان انت هتقول له انت اي حاجه ليها مميزات وعيوب، اه الكونتنت كريشن اكيد ليه عيوب، اه اديني عيبين لما هتيجي تكلم حد لا يا ابني ما تعملش كونتنت إنك- على اليوتيوب، مش ما تعملهمش عشان الحاجتين دول. بتتعود على العزله ودايما بتفضل انك تبقى لوحدك. ما هي نفس العزله، ايه ده؟ ما هي نفس الاجابه، بتتعود على العزله وبتبقى لوحدك، ما هم العزله. ايوه وطبعا بقى المجهود اللي انت بتبذله لوحدك لو انت المجهود ده بتصور. عادي، بس آه. انا عايز عيوب في الكونتنت كريشن. بس هو العزله ده اللي انا شايفه. بس انت لو بتحب الموضوع مش هتزهق. طب انت ده اثر عليك في حياتك الشخصيه ان انت منعزل دايما وقاعد أنا لوحدك بفضل اقعد لوحدي على طول. وحاسس انها مشكله طبعا. وانت معاك حق؟ وببقى عصبي. ومعاك حق ولا معاكش حق؟ لا معيش طبعا. وعصبي اللي انت قلتها دي ليا ولا مش ليا؟ لا قالك لا وبابا عصبي. لا لا ببقى يعني- عصبي جدا والله. يعني انا عمري ما كنت عصبي، طيب طول عمري فرفوش. انت فرفوش والله، انا بحبك. حبيبي. لو- دلوقتي 4-1. 4-1. اه لو صحيت الصبح لقيت القناه بتاعتك اتقفلت هتعمل ايه؟ الحمد لله. انا همشي يا جدعان. والله انا عايز استفز الراجل. ده طيب. لو القناه اتقفلت اول واحد هتصل بيه محمود ادريس بس. هتقول له ايه؟ الحقني. اقول له القناه وقت هيرجعها لي على طول بس. طب لا ولو لو اتقفلت، لو اتسرقت لو قال لك انها خلاص مش هينفع ترجع تاني، خلاص. هتبدا قناه تانية ولا لا بامانه؟ لا. لا خلاص صح. يا اما ممكن هبدا حاجه جديده. يعني انا بس برتب. هتحس انها جت من عند ربنا. لا مش جت من عند ربنا، انا هزعل طبعا لان ده مجهود سنين انا شغال عليه وفي ناس بتستفيد منه لحد دلوقتي. بس انا لو بدات هبدا محتوى تاني خالص، وهو انا بجهز له اصلا. ايه بقى؟ عربيات. 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 انا بحب محتوى العربيات جدا. ما يبانش يعني، ما لا، قلتش لا. يعني قبل كده. ما انا ما بقولش، هو محدش يعرف عني حاجه اصلا. طب انت ليه ما حدش يعرف عنك حاجه؟ مش مهم حياتي لاي حد. هيستفيد ايه؟ لا بس دي مش حياتك، دي اهتماماتك. ما هي اهتماماتي بتطلع كل حاجه في وقتها بقى. طب ما حلو موضوع العربيات ده. بس انا عايز اركز بقى في العربيات الفارهه شويه. يعني اروح يا. دبي اخش بقى على الفراري، الروز رويز، طب ما دي حاجات هياخدني معاك طيب. يلا. همسك لك الكاميرا. لا يا عم انت على راسنا يا عم محمد. والله امسك لك الكاميرا حبيبي روز رويزه، امسك لك الكاميرا. حبيبي. لا والله انا حابب المحتوى ده جدا وببدا اجهز طب ما دي حاجه جامده جدا. ان شاء الله. انت ذكرت كلمه دبي مرتين. بس هيبقى ايه الموضوع فاني شويه. ذكرت انا بحب كلمة- احمد الوكيل. ده حبيبي. ويكا يعني انا بحب اتابع ويكا قوي. اكتر حاجه ندمت عليها في 15 سنه. ندمت عليها ان انا حاجه بارادتي ولا مش بارادتي؟ قول لي واحده كده واحده كده. الله. مش بارادتي ان انا ما ذاكرتش اه ودخلت بقى ايه كليه من الفنون جميله، فنون تطبيقيه اللي هي الحاجات اللي انا بشغال بيها. كنت انا فاشل شويه في الدراسه، ويعني لو رجع بيا الزمن هذاكر والله وهبقى شاطر، لان الموضوع كان هيفرق معايا كتير قوي. بس الدنيا بقت مفتوحه شويه يعني. بقت مفتوحه، بس لما انت تبقى راجل معاك السوق اكاديمي قصدك؟ واكاديمي الاتنين مع بعض هتبقى احسن كتير. دي مش بارادتك. دي مش بارادتي. انا كنت 58% في الثانويه. ايه 58%. انا بكالوريوس خدمه اجتماعيه 58 ونص. الحمد لله اللي هو ناجح. عدي يا ابني. عدي يا ابني نجحوه. طب وايه حاجه بقى ندمت عليها بايدك؟ بايدي صرفت كتير على المعدات والله. يعني في معدات انا جبتها وما اشتغلتش اصلا. ايه مثلا؟ بلاك ماجيك. الجري ورا الهوس التكنولوجي اللي بس الحمد لله بطلته. والتليفونات برضو. كان اي تليفون ينزل اروح اشتريه برضو بطلت الحمد لله الموضوع ده. دول اكتر حاجتين ندمت عليهم. صرفت فلوس كتير يا محمد والله كتير قوي. طب ما بيع يا عم الحاجه يا عم. ما بتيجي تبيعها بقى خلاص الحاجه بخس ادمت بقى. ادمت لا ادمت. ايوه ادمت ايوه فاهم. ما عادتش ذو قيمه.
هل الشغل كسبك فلوس وخسرك ناس؟ لا ما تقنعنيش ان انت حياتك ورديه. لا والله يعني انت حياتك ما فيهاش يا محمد، انا انسان مسالم جدا على فكره. ايوه بس اكيد خسرت ناس وكسبت لا، ناس، الحمد مفيش لله. كده يعني. الحمد لله. تعرف ان في حد بيكرهني في المجال بتاعنا؟ لا. بس الحمد لله. طب وانت محافظ على الكلام ده ازاي؟ يعني دايما ببعد نفسي عن اي حاجه هتدخلني في مشكله مع حد، انا في غنى عنها. انت بتجاوب على كل الاسئله بسرعه قوي وانا مش عارف اعمل ايه. ما هو انا كده، انا على فكره قليل الكلام. 4 و3 دي 4 و3 حاجه كانت آه. السبب في نجاح مصطفى مكرم، ولو ما كانتش موجوده كان هيقع. وفكر كويس. مراتي. دي اجابه دبلوماسيه جدا دي اكتر اجابه دبلوماسيه في الحياه، صح؟ ما عشان اروح. عشان تروح. لا عايزين اجابه. طب اقول لك على حاجه، استنى امي طبعا. هسالك السؤال ده. امي لان هي طبعا هي اللي باعت لي الذهب بتاعها. فتحت اول مشروع ليا اللي هو دخلني الموضوع ده. فاكر يا كيمو؟ ايه اول مشروع ليك؟ فتحت مكتب دعايه. اتعلمت فوتوشوب من الاسطوانه ورحت فتحت مكتب على طول. من كام سنه؟ من حوالي 17 سنه كده. 17 سنه. وجبت لها دهب تاني ولا لا طب يعني دي توصيه للحاجه كده. ايوه لا بصراحه لا. تجيب لها دهب بقى. طبعا محتاج طبعا. الموضوع ده. طبعا. 17 سنه. شوف بقى الدهب كان بكام. الدهب كان بكام دلوقتي؟ تصدق كام هيقف عليا كتير. هيقف عليك كتير قوي. بس تستاهل ربنا يخليها لك حبيبي. انا 6 و3. ادي ايه؟ ادي 6 ماشي. 1 2 3. هل تعلم في مجال الكونتنت كرييشن ناس بتعمل الكونتنت كرييشن سبوبه؟ بس ما بتنجحش، ما بتطولش. الناس دلوقتي يا محمد بقت من كلامك عارفه انت بتضحك عليها او لا. فاهمني؟ المشاعر قصدك بتنتقل. شفت انت اللي كان كاتب لك كومنت بيقول لك انت بتاخد كام يا استاذ محمد؟ شفته؟ انا رديت عليه. ايوه بتاخد كام؟ هو كده. فدلوقتي بس طبعا انا ما اقصدكش. لا لا بس انا عادي رديت عليه. لا يعني قصدي في ناس بتتكلم في اي حاجه وهي مش فاهمه. وانت ما عدتش في مره قاعده مع الناس دي وقررت تنصحهم؟ لا ما بقعدش مع حد. يعني ما وقعتش يعني في مؤتمر جوجل، مؤتمر يوتيوب، مؤتمر حاجه؟ لا الناس اللي انا ما بحبهاش ما بقعدش معاها. فاهمني؟ ماشي. الاسئله بتخلص يا اسطى. بس ده ال5. ده انا في سؤال جامد قوي. حد قبل كده قال لك بعد ريفيو منك لله؟ لا. فكر بقى. لا لا لا, لا. انت قلت لي الراجل اللي منك ضحك لله؟ عليه. منك لله. المنتج ما طلعش زي ما انا عارف، البرنامج ما طلعش زي ما انا عايز. لا وقفت حالنا. مش منك لله. قول لي. يعني في واحد كاتب لي النهارده كومنت. استنى اقول لك. فين؟ مسحوا. ده بالدعاء ده بقى. مسحوا. هو بص على فكره كان كاتب لك ايه؟ كنت انا ردد على احمد ابو زيد، كان شارح تركايه كده في المونتاج، فكاتب لي شرح احسن منك، فقلت له ايوه احمد، قمت رد عليه قلت له ايوه احمد احسن مني. بس في ناس بتكتب كومنتات بتفتكر انك مش هتشوفها. فلما بتشوفها يقول لك يعني كذا مره بيحصل معايا، يقول لك والله انا بهزر معاك. انا بتحصل معاك الكلام ده. يعني انا في مره واحد يشتمني فاروح داخل اقول له مثلا ربنا يسامحك، ربنا يكرمك، مش عارف ايه، يعني حاجه بتبقى تعالى بخير. يقول لي ايه ده، انا اسف والله انا ما كنتش عارف ان انت هتشوف البوست. امال انت بتكتب ليه؟ ما هو كده وخلاص. يعني امال انت بتكتب كومنت ليه؟ عايز سكر؟ ايه ماشي. فهي في ناس بتكتب كده وخلاص. اديني نص معلقه سكر بس كده. عايز تقلب ولا حاجه؟ الو 1 2 3. انا ما بحبش الشاي وما بشربش السكر. والله البودكاست بقى. البودكاست اسمه على القهوه وبتاع. ايوه شفت خبطه المعلقه دي؟ الخبطه دي خبطه مصريه اصيله. ده دي المفروض اللي تفصل بيها ما بين الفقرات. تن ممكن والله. طب استنى كده. الثانيه والسكر بس زي الستر والصحه كده. ادينا دي. استنى اسجل له الصوت. بقول لك ايه، دي ممكن تبقى تفصل منها اللي هي ايه، بودكاست على القهوه. استنى كده. قول لنا كده بودكاست على القهوه. بودكاست على القهوه. سخنه.
يلا قول بودكاست على القهوة. بودكاست على القهوة مع محمد علاء. يبعد بودكاست على القهوة مع محمد علاء. الله حراق يلا يا باشا. طب ايه اسوأ كومنت جالك؟ ايه اسوأ كومنت جالك؟ لما حد بيشتم وبيقلف ادبه وتعاملك معاه عامل ازاي؟ لوك ما بردش عليه اصلا. زمان كنت بتعامل الكومنتات زي دلوقتي؟ لا كنت بتنرفز او ممكن تاخد الموضوع على شخصك قوي ممكن ارد عليه وبتاع، بس ايه لقيتها قله قيمه ان انا انزل له اصلا المستوى. فالبلوك احسن حاجه. في حاجه اسمها ايه، بتحظره من القناه اصلا، اللي هو يشوف بس ما يعرفش يكتب. اتفرج يا كلب كده. وبتحسها اهانه يعني، بتحسها فاهم اللي هو انت بص مش عارف تكتب نفس اصل هو بص اللي بيخش ده بيبقى مش فاهم انت بتعمل ايه اصلا. فاهمني؟ انت ممكن تطلع له كده في السجستد مثلا وبتاع بالظبط. هو مش فاهم انت بتعمل ايه، مش عارف قيمتك يعني. ايوه. طيب احنا قربنا نخلص ودي حاجه غريبه، ولا حكمت عليك ولا قلت باس عشان انا راجل طيب. تفتكر ايه اسوأ سيناريو ممكن يعمله الاي اي في حياتنا؟ ان احنا بقى لما يبدا بقى نعتمد على الروبوتس في البيوت والكلام ده كله، هيبقى خلاص انت بتتكلم في حد قادر ان هو يختار ويعمل قرارات زي ما هو عايز. فاهم؟ يعني انا دلوقتي قررت ان انا اخنقك بالليل وانت نايم بمزاج، روبوت غلطه روبوت. ما مش عارف احاسبه. انت زعقت للروبوت شال منك، خلاص بالليل انا هموته الراجل ده. تحصل. فاكر فيلم ويل سميث؟ ايوه فاكر اسمه اي روبوت، كان اسمه اي روبوت. هيتحقق الموضوع ده. لو ابنك عايز يخش مجال الديزاين، لا انا دلوقتي عايز ابدا اهله ان هو يخش برمجه. اللي هو يبرمج الاي اي اللي يشغل الديزاين. بالظبط. الديزاين خلاص. يعني انت ما تدعوش ان حد يتعلم ديزاين النهارده في 2023؟ لا انا بتكلم على ولادي، اللي عايز يتعلم. ايه ده؟ ما اللي تحبه لاولادك حبه للناس يا جدع. لا مش للناس، اصل دي اذواق وده فكر. بس احنا انت النهارده لو انا ابني جيت قلت لك يا مصطفى يا مكرم ابني عايز يخش ديزاين وبيحب جدا الديزاين والكلام ده كله، يخش ديزاين وبرمجه. مستقبل البرمجه طبعا، لكن كديزاينر لوحده يقعد في البيت لا. الا بقى لو فنان، عارف انت شغل الهاند ميد والكلام ده، مش حاسس انه برضه ملوش لازمه. بس برضه انت دلوقتي بالاي اي بتختار فان جوخ يعمل لك صوره بتختار الفنان وبتختار الرسمه والستايل فكل حاجه بتقدر تعملها فعليا. ماشي. ايه اكتر فكره مسيطره على دماغك اليومين دول؟ فكره مسيطره حاجه كده يعني، انت عارف الوقت اللي قبل النوم ده الواحد بيقعد يفكر في فكره معينه كده كل فتره. يعني نفسي ابقى وزير التعليم في مصر، ده امل عندي والله فعليا. ايه ده؟ ردود نفسك ايه؟ ابقى وزير التعليم ان شاء الله في يوم من الايام هتحصل. وهتعمل ايه بقى؟ مش عارف يعني، انا حاسس ان المنظومه محتاجه تتحسن اكتر. يعني واحد زي عارف يعني ايه وزير تعليم في مصر؟ طبعا. انت عارف يعني ايه كم مليون طالب ودماغه طبعا الحمد لله قادر ان انا اعمل حاجه كويسه. يعني هتعمل ايه؟ احكي لي كده. لا انت تحكي لي بقى. اعمل ايه ازاي؟ هتعمل ايه بقى وزير تعليم؟ انت النهارده بكره احنا دلوقتي بكره وزير تعليم هتعمل ايه؟ بص يا محمد، انا دلوقتي كراجل كان نفسي ادرس حاجه معينه، والحمد لله يعني مع مرور السنين بينت ان انا عندي المهاره والكفاءه. انت هتصلح مشكلتك. أيوة. ان انت عندك المهاره بالزبط. والكفاءه والموهبه والمجموع حاجه وقفت قصادي ان انا اخش في ايوه يعني انت نجحت. تعتمد على المهاريه اكتر مش بالمجموع بس. طبعا في الكليات اللي زي الطب والحاجات الاساسيه دي لا طبعا دي لها شروط معينه. لكن في الحاجات اللي فيها مهارات، اللي فيها موهبه او ابداع فني، تصوير، رسم، حاجه فنيه. دايما لما انا هشجعك يعني بره، لما بنتفرج على الناس في اوروبا لما بيبدا ان هو يشجع طفله، يعني لما تتفرج على حد وهو بيبدا ان هو يعلم ابنه مثلا ايه يلعب جمباز من وهو صغير او يعمل حاجه، لما بيكبر ده بيبقى بطل لانه هو خلاص اتاسس من البدايه على حاجه معينه. فاهمني؟ انت وصل. انا مصدوم. ليه؟ انت وديتني في حته كده، بس الحته دي في دماغي من زمان والله يا جدع. والله في دماغي من زمان قوي، بس ان شاء الله تحقق. والله ان شاء الله ربنا يرزقك. والله انت راجل محترم وتستحق كل خير حبيبي، وبفتكرنا بقى باي حاجه حبيبي.
وزير الاعلام ولا حاجه، انت خليت وزير التربيه والتعليم وانا الاعلام بس. تعالى نبوظ الدنيا والله، تعالى نبوظ التلفزيون. ازيكم؟ ماشي. هسألك سؤال غريب شويه من بعيد قوي. اتفضل. الانسان طول عمره كبني ادم بقى، سيبك بقى من كونتنت كريتور والديزاينر والكلام ده، بيدور على حاجه. يعني دايما كل واحد بتلاقيه بيدور على حاجه طول حياته كده. في ناس بتلاقيها وفي ناس مش بتلاقيها. انت بتدور على ايه؟ اريح دماغي. ولقيتها؟ لسه شويه يعني. انا متخيل حياتي ماسك الاناناسيه وقاعد على مرجحه في الماء في المالديف. انا شايف نفسي كده بس ما بعملش اي حاجه تانية. على فكره هتزهق. ما انا هزهق. ايوه هترجع الموضوع يعني اظن يوم مثلا مثلا. محمد احنا اتعودنا على الشقه فخلاص بقى يعني. انت عارف ساعه الكورونا لما قعدت في البيت موضوع ممل. انا كنت بخبط دماغي في الحيطه. ممل. لا الموضوع كان ممل فعلا. يعني انا حسيت يعني انا والله العظيم لحد النهارده انا الدعاء ده ما كنتش بدعيه قبل الكورونا. الحمد لله على نعمه الشغل. الحمد لله الحمد لله. يعني انت حد صح يعني قبل الكورونا كنتش بحس انها نعمه اصلا. يعني انا اللي بشتغل على فكره. يعني انا اللي بشتغل وانا الكلام ده. فالحمد لله على الراحه في الشغل. الحمد لله لما قعدت في البيت ولما باخد اجازه العيد والكلام ده كله. هو الشغل مش بس فلوس، هو الشغل ليه جانب اخر اللي هو ان انت تبقى مشغول. لا بتحس بقيمتك. بتحس ان انت مؤثر يعني. انت بتعمل حاجه. ماشي باخدني معاك برضه في الاناناسيه. يبقى انا كده معاك في وزير التربيه والتعليم ووزير الاعلام، تمام. وابقى معاك في اناناسيه جنبك في المالديف ونسلي بعض نلعب طاوله ولا حاجه. يلا بينا. 3 ماشي ادي يا باشا ال3. انت مزنوق على فكره. انا مزنوق وانت بص قافل لي وانا عمال اركز في الاسئله وانت بتلعب. دلوقتي احنا 5 و3. حد قبل كده سالك سؤال محرج؟ لا. خلاص كده بتخاف تتكلم معايا ليه بقى؟ يعني شايفيني الموضوع واخد الموضوع جد قوي في الفيديوهات. استاذ مصطفى مكرم العلامه صح؟ ده حقيقي. وانت على الله يعني. لا الحمد لله والله. بيخلق بصوت احمدي كده. صح. بيقول لك هلاس قوي. انا هلاس فعلا. بس ايه دايما ايه لما بتيجي تقدم حاجه لكل مقام مقال يعني ايه كنت بحاول الموضوع يبقى جد شويه. بس اكتشفت بعد كده انك لما بتهزر بتقرب الناس منك بيحبوك اكتر بيفهم منك احسن. ايوه يعني انت فيديوهاتك زمان كانت جد؟ لا طبعا فرق شاسع. كنت قاعد كده. سلام تيتا الحاج. ودلوقتي؟ لا دلوقتي هلاس. والعربيات؟ ده لسه الهلس جاي. والله العظيم. طب وهيبقى محتوى كوميدي اكتر من هو مفيد. انا خلصت. بس ايه يا عم البودكاست فين يا عم الاحكام؟ انا قلت احكم عليك واسالك اسئله. ما انت برضو كل حاجه عندك مسالمه قوي والدنيا بسيطه خالص. الحمد لله مفيش اي مشاكل. انا احبط. في حاجه كريمه انا قلتها والله مفيش. بص يا عم محمد انا حياتي مسافر على طول. اغلب الوقت قاعد يا في الشغل يا على الكمبيوتر بس. مفيش حاجه تانية. مفيش احداث يعني. لما بس بطلع اسافر في اي حته. طب يبقى معنى كده ان لو النت ده او الجزء بتاع الكمبيوتر نهار ازرق انت في عالم مدخل نفسك فيه قوقعه كده كبيره. لا وفي جزء الجيمنج كمان. انا بلعب ببجي من فتره من الموسم الثالث من زمان حوالي 4 أو 5 سنين تقريبا. فدي لوحدها. ببجي موبايل ولا ببجي موبايل على الايباد. بلعب على الايباد. فدي لوحدها بتشفط اليوم. يعني انا زهقت خلاص اليوم خلص. يعني خش لي زوم على وش محمد. والله انا قلت الدنيا هيبقى فيها شويه. ماشي. فريلانس ولا فول تايم جوب؟ فول تايم في الاول بعد كده فريلانس. طب انت ليه فول تايم لحد النهارده؟ ايه انت فول تايمر لحد النهارده؟ عشان بريح دماغي. انا كسلان والله. بس في نقطه انا ما بشتغلش في ايجنسي او في وكالات. انا بشتغل في شركات. ببقى انا مدير العلاقات العامه. مش مصمم. تفرق فاهم يعني. انا شغال الشركه اللي انا فيها بس. طيب يعني انت ما تنصحش ان حد يشتغل فول تايم جوب على طول؟ لا يشتغل طبعا. ما هو انت دلوقتي لما هتشتغل فول تايم هتبدا انك تفهم السوق بيطلب ايه، الشغل بيتعمل ازاي، الدنيا ماشيه ازاي. لما تيجي تشتغل فريلانس هتبقى فاهم مش هيضحك عليك.
انا عايز ازنقك في حاجه كمان. دي فرقت معايا كتير. فرقت معاك ان انت تشتغل فريلانس؟ مش فريلانس، احنا اي حاجه بتيجي بنعملها. تعرف احنا المصريين بندوس في اي حاجه. صح. طيب دي نخش شويه حاجات ليها علاقه بالمعدات. يلا. ايه اللي بيحصل ما بين سوني وكانون يا اسطى؟ سوني وكانون، بص يا سيدي، انا اول تجربه ليا كانت مع سوني فما ارتحتش، فعشان كده انا واخد الانطباعات الاولى تدوم. مع ان انا معايا سوني دلوقتي برضو. ايوه يعني في وسط موجوده سوني. انت بتصور بسوني وكانون؟ بس كانون اكتر برتاح فيها اكتر، مع ان السبيكس بتاعت سوني اعلى. بس الكواليتي اللي انا محتاجها هي اللي بتطلع من كانون وانا مبسوط بيها، مش محتاج اكتر من كده. ده مش كلام صح؟ ايه ده مش كلام دعايه يعني. دعايه ايه؟ انت الشغل بتاعي موجود، مش محتاج اتكلم في حاجه. انت بتفتكر ايه المميز في كانون اللي يخليك ترتاح لها كده؟ السهوله بتاعتها، المنيو بتاعتها سهله، تقدر تتحكم في الكاميرا بشكل اسهل. انت تعرف ان انا لحد دلوقتي لما بخش افرمت الميموري في سوني بقعد اقلب في القائمه فيها راحت فين عشان افرمت الميموري. انت عارف ان ده يعني دي حاجه بيني وبينك يعني ان انا اتفضلوا معانا. دي حاجه بيني وبينك. لما جم سوني، انا بشتغل مع سوني، جم في وقت اتكلموا معايا، انت شايف ان ايه الحاجه، تخيل بقى اللي مش مخليانا واخدين ماركت شير كبير مع ان احنا بننفست في السبيكس والميجا بكسلز والكواليتي والاي اي والدعايه. باشا المنيو بتاعتك تعبانه قوي، المنيو بتاعتك فيديو جيم 99 قوي. بقول لك والله لحد دلوقتي عشان افرمت الميموري بقعد الف، يعني ممكن اخد لي 10 دقايق اقعد الف فين فرمت الميموري. تفتكر حاجه بسيطه زي كده سبحان الله تخلي شركه بس في نقطه احنا ما نقللش من جودتها. لا الكواليتي بتاعها اغلب الكاميرات دلوقتي كلها كله بقى شبه بعض على فكره. كانون وسوني بقى بس كله، بس انت مرتاح لايه؟ وطبعا كمان عدساتها اغلى من كانون. لو جبت الجي ماستر ما بقاش قوي، تعرف كده؟ ما اعرفش، ما عادش بشتري. بيجي لك هدايا، ما حدش بيبعت لي هدايا. انت بعت لي الكاميرا عملت ريفيو خدتها تاني، صح يا جماعه؟ يا عم مش انا، ده تايتشي. تايتشي اللي قاعد في دبي بيدوش كاميرات. والله الناس بقى فاكره على فكره ان الشركات بتبعت. لا بتاخد تاني والله. طب مين الشركه البحبوحه؟ طيب خلينا نشكرها كده. في شركه انت بتتعامل معاها انت شايف انها شركه بحبوحه بتبعت لك ديمو يونتس او سامبلز وتسيبها لك؟ كلهم. ما انت بتقول بياخدوها. ما الحاجات الكبيره، انما لابتوبات مين بيسيب لك لابتوبات؟ ما حدش بيسيب لابتوبات. يعني ما فيش حد ساب لك لابتوب هديه قبل كده من الشركات؟ لا في انفيديا. انفيديا ادوني لابتوب قبل كده. بس انفيديا ما بتعملش لابتوبات. لا بس كان برعايه MSI يعني مع بعض. انفيديا وMSI. بس انفيديا اللي صارفه. لكن MSI ما بتديش لابتوبات ولا لينوفو؟ ما بتديش اي حاجه. دلقت الشاي؟ ودي يا عم الشاي بتاعي. لا تمام. جه عليك حاجه؟ لا ادي الشاي يا عم الدلق. راجل متوتر على فكره. لا خد يا ريس. مش متوتر، انا المايك ده روشني. عارف اللي هو تشرب حاجه غريبه الصراحه. انت طالب شاي على بودكاست ماشي. مين من الشركات الباقيه بيسيب لك حاجات؟ كلهم. بص اي شركه معدات تصوير او اكسسوارز بيسيبوها، اللي هي الحاجات اللي مش غاليه. مش مايكات. انا كان عندي كميه مايكات والله بوزعها تحت $1000 مثلا. الحاجات اللي تحت نتكلم الحاجات اللي تحت بتتكلم لحد $200 $300. $200 ما بترجعش، لكن بعد $200 ممكن نتكلم في انها ترجع ولا ما ترجعش. لا من بعد $500. من بعد $500. ماشي. ايه اللي بيحصل يا اسطى في ما بين ادوبي ودافنشي؟ احكي لي كده. ما فيش اي حاجه. لا الناس بتحول دلوقتي كلها لدافنشي لانه مجاني. بص يا سيدي. لا بس هو مش مجاني بس. ايه؟ مش عشان مجاني بس. ما انا هقول لك بقى. احكي لي. بص يا سيدي، احنا دلوقتي عشان تشتغل على برنامج مونتاج اغلب الشركات بتنزل لك النسخه التجريبيه. تمام. ادوبي طبعا كانت شهر في الاول، بعد كده بقت 7 ايام. فطلع طبعا البديل القوي وهو دافنشي ريزولف. اول حاجه بتديك النسخه الكامله لما بتشتري اي كاميرا بلاك ماجيك. تاخد النسخه اسمها ايه، الاستوديو. والنسخه الفري بتاعتها هي فيها كل حاجه. يعني انت دلوقتي كراجل عايز تشتغل مونتاج، النسخه كامله. هي الفرق ما بينها وما بين الثانيه بقى شويه افكت، حاجات ادفانسد. ايوه اللي هي. وبرده كان فيها. طب تفتكر هم بيستفيدوا ايه؟ دعايه طبعا، انك بتشتغل على السوفت وير بتاعهم. وخصوصا كمان ان هو السوفت وير بتاعهم يعتبر من اقوى السوفت وير اللي بتعمل مع. دي حاجه غريبه. انا بحس ان دافنشي اقوى من البريمير على فكره. ما هو اساسا دافنشي في البدايه كان هو برنامج تلوين بس، ما كانش برنامج مونتاج. ايوه وبعد كده دخلوا فيه دخلوا بقى المونتاج والفيجوال افكتس والصوت وكل حاجه. طب انا لو مونتير تنصحني النهارده انا اتعلم دافنشي؟ دافنشي طبعا. ما اتعلمش بريمير؟ لا هتروح على بريمير خصوصا لو شغال على ابل، لان البريمير بيعمل كراش كتير على ابل. يعني انت شايف ان البريمير ممكن تروح عليه في يوم من الايام؟ الفاينل كات ممكن تروح عليه. انا شغال على البريمير لحد دلوقتي لان انا متعود عليه. على شورت كات بنجز عليه اسرع.
لكن كتلوين او بروجكت تقيل هعمله على دافنشي. طب لو انت جالك الشهر انك تقعد تتعلم دافنشي وتركز فيه عشان تستبدل البريمير، تعمل كده؟ هعمل كده، خصوصا ان انا كمان اشتريت المايكرو بانل الكبيره بتاعته بتاعت التلوين، كل كل الاكسسوارز عندي، فالمفروض ان انا اغير اصلا، بس انا بطيء في كل حاجه. ماشي. شغل في مصر ولا في دبي؟ بص الشغل في مصر ولا في دبي؟ بص، في مصر هتكسب فلوس وهتصرفها، وفي دبي هتكسب فلوس وهتصرفها. ايوه ايوه بس خلاص محلوله. ايوه الشغل في مصر ولا في دبي؟ اختار. لا في دبي طبعا. ليه بقى؟ مستوى تاني. لا ما تجيش كده برضه، لان مصر برضه فيها مستويات كتير حلوه. انا هقول لك على حاجه من واقع خبرتي وتعاملي معاك، انت بتحب مصر على فكره جدا، على فكره مش من الناس اللي هي ايه سافر بره فحاسس ان مصر انتوا ما وصلتوش. بس اقول لك على حاجه، لما بتنزل مصر كراجل رايح تتفسح وكفسحه بتبقى جميله جدا. يعني احسن بلد في العالم ممكن تروحها وتتبسط فيها، لانك انت عندك كل حاجه. انما كشغل بس احنا بنشوف دلوقتي كفاءات كتير قوي بتخرج من مصر الصراحه. مش عايز تتكلم؟ بس كوني وزير الاستثمار. مش عايز تتكلم في الحته دي؟ ما اصل دي مشكله. يعني على فكره كتير جدا من الكونتنت كريتورز بيزد ما عشان موضوع بقى الضرايب والحاجات دي كلها. بس انت لو بقيت وزير الاستثمار او وزير الماليه مش هتعمل الكلام ده. بص، احنا مثلا في السعوديه ايه اللي خلى السعوديه فيها مصورين كتير شاطرين؟ انك اي حد بيقدر ان هو يشتري كاميرا كويسه والمجال مفتوح. يعني في بعض القوانين بتخليك انك تقدر تصور في اي مكان، يعني حتى الاماكن العامه اللي ممنوع فيها التصوير بتلاقي فيه لوح ممنوع التصوير. انما احنا عندنا هنا الموضوع ده كان صعب شويه، هو بدا يعني الفتره الاخيره الموضوع يبقى احسن. بس لما تيجي تبص مثلا على الشباب المصورين في السعوديه هتلاقيهم، يعني اكتب بس السعوديه هتلاقي صور حلوه قوي لكل الاماكن في السعوديه. عندنا في مصر مش قوي يعني. هو احنا عندنا تغير بس تغير بطيء قوي، والسعوديه تغير سريع قوي. يعني انا بس عايز اقول لك انا متعلم التصوير في السعوديه اصلا. لا انا اقصد ان هو لا السعوديه منطقي ولا مصر منطقي. يعني لا مصر منطقي ببطء التغير في المنتاليتي لان احنا برضو كتير قوي، ولا السعوديه اللي حصل في 5 سنين اللي فاتوا دول منطقي. يعني على فكره انت لو من 5 سنين جينا نتكلم ان السعوديه النهارده توصل للبلد بتبني من اول وجديد بشكل مختلف وعصري كانش حد يصدق. الاثنين اكستريم على فكره. بس انت ما تشتغلش في مصر، ما تنزلش تشتغل في مصر. نفسي اشتغل في مصر والله. ايه اللي منعك؟ نشتغل بره. ايوه ما انت لو جالك فرصه تشتغل في مصر هشتغل طبعا، واكيد هشتغل ان شاء الله. بس هم كاتبين لي جنبوك هنا BCB. يا عم تعالى خد CBC يا عم تعالى خد CBC يا عم بدور على حد يجي ياخد CBC. خد يا عم. طيب الحظ ليه يا عم؟ لا مش هتحبس في السعوديه ولا في مصر؟ هنا يا عم. لا ان شاء الله مصر الدنيا والسعوديه الدنيا وكله الدنيا. ايوه وعمان الدنيا ودبي الدنيا. طيب الحظ ولا الشطاره؟ حظ. ايه الحظ. ليه بقى؟ انا محظوظ. مش شاطر؟ لا ما انا الحمد لله شاطر بعد الحظ. يعني الحظ بيفتح لك الفرصه وبعد كده انت بتكمل بعدها. طب وانا لو شاطر ومش محظوظ؟ عادي، في كتير شاطرين قاعدين على القهوه ومش محظوظين. يعني تفتكر ان الحظ هو طب اعمل ايه عشان حظي يبقى حلو تفتكر؟ مفيش، دي من عند ربنا بقى. بس انا عارف لو حد سالني وقال لي تعمل ايه عشان حظك يبقى حلو اسعى. ما احنا كلنا بنسعى. لا بحس ان وطبعا لما بتسعى اكتر. انا لا اقصده ان انت فرص الحظ، يعني هو مفيش حد محظوظ على فكره وحد مش محظوظ. هو الفكره ان كل ما واحد بيسعى في اماكن اكتر. يعني انا مثلا لو انا علاقاتي ب100 واحد حلوه، فرص ان انا اشتغل اكتر من واحد علاقاته ب10. ما ينفعش. بس في نقطه هنا برضو، الفكر بتاعك نفسه هو اللي هيحكم عليك ده. يعني في مثلا ان انا قاعد معاك دلوقتي، انت كلمتني على بيزنس معين ممكن نعمله، انا ممكن اخاف اعمل البيزنس ده، وممكن واحد تاني عنده الجراءه. لا ده تفكير. ممكن واحد تاني عنده الجراءه انا معاك، انا هجازف معاك، فاهمني؟ فبرضو يعني بتتوقف على التفكير نفسه. الزمالك ولا الاهلي؟ الاهلي طبعا.
اوه اهلاوي. اوه سطلانه. راح فين؟ اهو الراجل واقف ورا عمال يعمل كده. اهلي طبعا، ماشي. مع احترامنا للزمالك طبعا. اتبسطت معايا على القهوه النهارده. جدا. علمتك الطاوله. قول لهم بقى ان انت كنتش بتعرف تلعب طاوله من ساعه. ده حقيقي. وانا الحمد لله علمتك. علمني وكسبت. ده الحظ فعلا. ايه ده انت محظوظ. علمني حظ وكسبت. المبتدئين. طيب طب دلوقتي ايه اللعبه ايه؟ لا خلاص بقى. لا استنى معلش، انت يا عم ولا مين الكسبان لحد دلوقتي؟ ولا عملت باص ولا خليتني احكم عليك. استنى بس. واجاباتك كلها مسالمه. طب مين الكسبان؟ انت يا عم الكسبان. والله ما شاء الله. بص 1 2 قافل لي 6 خانه اهو. حظ. شفت ده الحظ بقى اللي انا بكلمك عليه. اتبسطت معايا في البودكاست جدا والله. حاسه زي بتاع الصبح. لا الراجل ده جاي من بودكاست الصبح يعني. الصبح كان في بودكاست وبالليل في ما بودكاست. شاء الله الايام اللي جايه تلاقي بودكاستات كتير قوي. مصطفى مكرم. بس احنا مش لاقيينه يعني. هو الراجل بيجي من بره يقعد معانا كام يوم فالناس بتلحقه يعني. اتمنى ليك كل خير. حبيبي. انا مبسوط وأنا ان جداً انا قابلتك. والله يا محمد. وعايز اقول لك والله ان انا اتعلمت منك في الساعه دي حبيبي. يعني. احنا سافرنا سيوه مع بعض. ممكن ما كاش ما قعدناش مع بعض كتير. ما قعدناش ما جاش فرصه ان احنا نقعد مع بعض. بس انا مبسوط ان انا قابلتك. وانا اكتر والله. وربنا يبارك لك في علمك ويبارك لك في الناس اللي بتدعي لك دايما. الحمد لله. وربنا يكرمك كده. وان شاء الله تيجي تقعد معايا على القهوه على طول ان شاء الله ونقعد نتكلم في حاجات كتير. وشكرا ليكم على متابعتكم لهذا البودكاست. اتمنى ما نكونش قفلنا الساعه ويكون بودكاست خفيف كده. خفيف يا عم وليد. لا ما قفلناش. قفلنا الساعه. قفلنا الساعه. اه سفريتين و4 وزراء فعلا. احنا كده. انت وزير ايه؟ انت قلت هتمسك وزير التعليم ان شاء الله. التعليم والاستثمار. لا الاستثمار لا بهزر. بجد انت عايز التعليم بجد لكن الاستثمار. طب ادوني استثمار. مش اتفضل يا باشا. شكرا. اتفضل. شكرا جزيلا. شكرا. بنوزع الوزراء. احنا قاعدين هنا على القهوه بنوزع الوزراء. البي وزير المواصلات معانا. وزير الرياضه. وزير الرياضه. اشتغل وزير الرياضه. خلاص فاضل دقيقه ونص. يلا اشوفكم على خير. اتبسطنا جدا على القهوه وعايزين نقول انا بمسي التماسي اجدع تماسي لاحسن تقولوا ان انا ناسي. انا بمسي التماسي اجدع تماسي احسن تقولوا ان انا ناسي. دن 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 دن